كريم كراميل واحدة من أحلى الحلويات اللي احنا كلنا بنعشقها، وسهلة وبسيطة وأي حد يقدر يعملها وهتطلع معاكم حدوتة. طاسة على النار فيها 5 معالق من السكر عشان نعمل الكراميل، ونحط عليها شوية مية وندوب الاتنين مع بعض وعلى نار هادية لحد ما السكر يكرمل. في بولة نكسر فيها 3 بيضات صفار وبياض عادي و3 معالق من السكر ورشة فانيليا ورشة ملح وميكس رايق من اللي قلبك يحبه لحد ما كله يكون واحد. وحلة على النار فيها كوبايتين من اللبن وكوباية من الكريمة، وممكن نعمل كله باللبن عادي، في الحالتين الاتنين هيعملوا معانا، بس الصراحة بالكريمة أطعم. وأول ما اللبن يسخن نبدأ ننزل بيه واحدة واحدة على الهاديه زبادي واحنا بنقلب عشان البيض ما يستويش، وعشان اهم من الشغل ظبط الشغل. السكر بتاعنا بدا يكرمل، انا بحبه فاتح، وكده كده المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا، الحاجه اللي بتحبها هي اللي تعملها. نحط السكر في القالب ونوزع، بعد كده نبدا ننزل بالكريمه واللبن ونبدا نصفيه، ولو في بابلز على الوش هنبدا نشيله. وصينيه تدخل الفرن نحط فيها الكريم كراميل وننزل بشويه ميه سخنه لحد النص. الكريم كراميل بيستوي على البخار. والله حدوته مدلعكم، على الفرن شغال على 180 حوالي 40 دقيقه تطلع معاكم بالحلاوه دي. نشيلها نص ساعه تستريح و3 ساعات في الثلاجه ونطلعها، ممكن ناكلها كده وممكن نقلبها في القالب وناكلها زي ما احنا عايزين. كده كده اكلتك ودلعها. اعمل سيف للحلقه دي وتاكد انك عامل لي فول على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.